الهرري والبستاني والقدة أسماء لأصناف من القات الأثيوبي تأتي إلى الصين عن طريق الجو، حيث تسمح السلطات الصينية ببيعها واستيرادها باعتبارها شايا أخضر بأغصانه وأوراقه الطرية، ومثلها كانت قد فعلت الدول الأوروبية من قبل. ويشتغل بتجارة وبيع القات في الصين أفراد من جنسيات مختلفة يتصدرهم اليمنيون، حيث يقبل على شرائه المقيمون منهم في مدينة جوانزو التجارية أو الزائرون لأغراض التسوق والعمل. حول هذا الموضوع نتابع التفاصيل في التقرير التالي من مدينة جوانزو الصينية. قات من نوعية ممتازة، مصدره من الحبشة وليس من اليمن، لكن بائع القات هرب، ليس من الشرطة بل من الكاميرا، ونحن في الصين. مرحبا بكم. هذا كويس، هذا يمني، هذا حمام طويل، هذا بعدين في هذا خزنكادة، هذا في كلب. الصيني نطق بالعربية حديث الكيف، والقات يسافر إلى حيث يوجد متعاطوه ولو كانوا في مدينة جوانزو الصينية في أقصى الجنوب الشرقي من بلاد التنين بسكانها 1.5 مليار مواطن صيني. يحسب بعضهم بأن ما يمضغه اليمنيون هنا ليس إلا شايا أخضر يأتيهم من بلادهم وما جاورها، وليس النبتة التي تجرم تعاطيها ودخولها بلدان أخرى ليس من بينها الصين ودول أوروبية لإدراكها، ربما بتأثيره وانتشاره المحدود اقتصارا على اليمنيين وبعض الجاليات الإفريقية. هذا هو القات أساسا تبع اليمنيين، ما يأكلونه إلا اليمنيين، علمنا الصينيين وعلمنا غير اليمنيين. كلهم يمنيين، في شخصيات صينية وفي غير صينيين، كلهم مخزنين، كلهم يبيعوا، رجال وحريم ومصارية وصينيين. والله كثير، أكبر مكاتب يمنية هنا مخزنين، وأكبر شخصيات هنا كلهم مخزنين. في صينيين خزنوا خذوا في غيرها من الجنسيات العربية، نشرتوا الفساد تمام يعني. سيطرنا على الفساد. بأكثر من وسيلة ولغة ولهجة يروج القات هنا لطالبيه، حتى قبل وصول الطائرة التي تحمله من أثيوبيا إلى مطار جوانزو، المدينة التجارية التي يعتبر اليمنيون فيها أكبر الجاليات العربية وأقدمها تواجدا لطلب الرزق وأبرزها مكانة مرموقة يبدي البعض حرصه على استمرارها بعيدا عن التأثيرات السلبية للقات. بالنسبة للقات أظن أنه يعتبر كابوس يلاحق اليمنيين أينما رحلوا وأينما حلوا. فوجئنا أن شجرة القات قد طاردتهم إلى الصين وصارت بالنسبة لهم الملاذ الأخير. بالبداية ما كنت أخزن غير أيام العطلات، أو إذا لدي استلام أو عمل في المخزن بعد المساء يعني تفتيش أخزن بس. لا نأخذها بصورة كاملة دينا كما نقدم في اليمن أو إنما نأخذ بكمية قليلة، ومعظم الأحيان نقضيها بدون قاطع، لكن قد يعادة. القات يختطف جزءا من قوت الأسرة في الداخل ويلاحق بالقضم مدخرات العاملين في بلدان المهجر، حقيقة لا ينكرها متعاطو القات ولو استمروا بعدها فيما اعتادوا عليه، عاقدين العزم في كل مرة على الإقلاع عنه في وقت قريب قد لا يأتي، فيما يؤكد البعض هنا عزم السلطات الصينية حظر القات ومنع دخوله إلى الصين في المستقبل القريب. رفيق عمر مدي، قناة السعيدة من مدينة جوانزو الصينية.